اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. ازيكم يا أحلى مشاهدين في الدنيا، يا رب تكونوا جميعا بخير. تعالوا النهاردة مع بعض نعمل الأكلة اللي حضراتكم شايفينها دي، فراخ ستريبس بخلطة كنتاكي. شايفين ما شاء الله، ومقرمشة، ورز محمر حبة وحبة، وعليه نص الفرخة التاني. يلا بينا نبدأ مع بعض. معايا صدرين من الفراخ زي ما حضراتكم شايفين كده، مغسولين وشايلة من عليهم الجلد كله، وهقطعهم تقطيع شرايح بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. هو تغيير يعني، بدل البانيه عملنا كده المرة دي. يلا بينا نجهز الخلطة. معانا كوباية من اللبن، عليها كوباية من الدقيق، عليها كوباية من النشا، عليها كوباية من الزبادي، عصير ليمون، ومعانا البهارات ملح وفلفل وكمون وبابريكا وشطة ومعلقة ثوم مفروم، مش اكتر من كده. وننزل بالتوابل ونقلب الخلطة الجميلة دي مع بعض، واصبحت معايا بالشكل والقوام ده، وده المطلوب. هنبدأ ننزل بالفراخ المتقطعة تقطيع شرايح رفيع زي ما حضراتكم شايفين كده، وهنسيبها في التتبيلة دي 3-4 ساعات. ويفضل طبعا ان هي تتساب يوم كامل في التلاجة. ودلوقتي معانا الفيجيتار كريسبي خشن وناعم، وهنبتدي ننزل بالفراخ على الكفر الجميل ده. ونبتدي نضغط عليها عشان تعملي طبقة كويسة من الفيجيتار على الفراخ بالشكل ده. ودلوقتي بعد ما خلصت الكمية كلها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، معانا الطاسة على النار فيها زيت متوسط الحرارة طبعا عشان ما تتحرقش وما يكونش لسه الفراخ استوت من جوه. بسم الله ما شاء الله. ودلوقتي اخدت اللون اللي انا عايزاه، هبدأ اقلبها على الجنب التاني. ودلوقتي بعد ما استوت معانا وبقت باللون اللي حضراتكم شايفينه ده، نبدأ نطلعها. طبعا معايا الطبق حاطة فيه خضرة بيخلي شكل الأكل بتاعك جميل جدا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، ما شاء الله. اللهم بارك. ومقرمشة وناشفة. ودلوقتي يلا نقدم أكلتنا. عملت بسم الله ما شاء الله زي ما حضراتكم شايفين كده ملوخية خضراء، فراخ ستريبس بخلطة كنتاكي ومقرمشة وجميلة، ولا أروع ولا أجمل من كده ما شاء الله. ورز محمر حبة وحبة، وعليه نص الفرخة التاني مسلوق ومتحمر.
وطبق ملوخية خضرا وطبق الكاتشب. يا ريت اللي ما اشتركش في القناة يشترك عشان يوصل له كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.